السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي أكلتنا أكلة من الأكلات اللي مش مكلفة خالص وفي نفس الوقت حرشة. النهاردة هنعمله عدس بجبة. تعالوا بقى نشوفوا الطريقة ازاي، وانا جايبة معاها حاجتين كمان هعملهم، دي هتكمل الأكلة بتاعتنا النهاردة. بس طبعا يا حبايبي قبل ما نبتدوا هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا هنا يا حبايبي بعد ما غسلت العدس ونقعته زي نص ساعه كده في الميه، حطيت كوبايه العدس بجبه على نص كوبايه عدس اصفر، حطيت لهم ميه مغليه، غليت لهم ميه في الكتل وحطيت عليهم الميه. هنا يا حبيبه قلبي حطيت العدس على النار. العدس هنا دخل في نص السوا، يعني زي ما انت شايفه كده هو كده في نص سواه. هاخد بقى الطماطم انزل عليه بيها زي ما انت شايفه كده. الطماطم هنا مفرزاها، لكن لو انت ما عندكيش متفرز هتنزلي بثلاث اربع طماطمات كده تضربيهم وتنزليهم عليه. وهسيب العدس بقى هنا ياخد ويدي مع الطماطم يكمل سواه معاه. هنا بقى يا حبايبي هناخد الكوسه زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اقطعها كده يا حبايبي بالطول. انا الكوسه هنا انا هحمرها، تمام يا حبايبي، زي ما انت شايفه كده كده. يعني الكوسية ممكن على 3 أو 4. هعمل بردك دي وهنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا العدس اهو ابتدى يلف اهو حبايبي زي ما انتوا شايفين. وهنا جبت الطاسة بقى حطيت فيها زيت، وهنزل فيها بالكوسة عشان نحمرها سوا يا حبايبي. كده خلاص هنطلعها يا قلبي اهو. نطلعها بصي يا قلبي، هو في جزء بس ما تسجلش معايا. انا هنا خلاص زي ما انت شايفه العدس تمام ابتدى يلف في بقى قلب بعضيه اهو. انا هنا بقى الجزء اللي ما تسجلش حبايبي ان انا حطيت لها زي راس توم كده دقاه بالفلفل الاحمر الحامي، وده حسب رغبتك، انا بحبه يبقى متحرش. انا حطيت نص التومه اللي كانت معايا، وحطيت كمان معلقه كمون، وهسيبها بقى تاخد غلوتين برضو مع نفسيها كده. والكوسه خلاص انا حمرتها زي ما انت شايفه كده، والكوسه اهي. بصي بقى هعمل فيها ان انا هحط لها تومه بالخل. يعني هجيب حبه زيت واحطهم في الطاسه، وممكن اخد من الزيت اللي انا قليت فيه اصلا اهو. بصي بقى يا قلبي العدس اهو زي ما انت شايفاه لف تمام. انا في جزء معلش بس تقريبا ما تصورش معايا، انا حطيت لها تومه، كنت دقه تومه مع قرن فلفل حامي احمر كده، حطيت عليها نص التومه دي، حطيت نصها، وحطيت كمان معلقه كمون حلوه كده، وسايباها دلوقتي يا حبايبي تغلي لها غلوتين بردك عشان تتطعم بالثوم اللي انا حطيته. زي ما انتم شايفين كده انا حوطت عليه شويه كده، حوطت عليه. وهجيب هنا الطاسه دي بقى هحطها على النار عشان هقلي تومه بالخل والثوم اللي الكوسه اللي انا حمرتها. انا اهو مقطعه كام فص ثوم هحمره يا حبيبتي، واحط له التقليه بتاعته بالخل.
بصي بقى يا حبيبه قلبي، التومه اهي زي ما انت شايفه كده. هنزل عليها بقى بحبه خل، وما ينفعش طبعا تحطي الخل مباشره وهو على النار زي ما انت شايفه كده، عشان برضك الايه النار مع الخل بتزود اشتعال. فانا حطيت حبه خل، وهحط كمان عشان انا طبعا ما ملحتش الكوسه، هحط لها حبه ملح هنا عشان تملح الكوسه يا حبيبتي. هحط بقى ايه على الكوسه، مش قادره اقول لكم حبه كوسه بيبقوا تحفه زي ما انت شايفه كده. شايفه جمال الطبق؟ ادي الاكل الحرش الجميل اللي يفتح النفس على الاكل. هنشوف بقى هنعمل ايه ونكمل. في نفس الطاسه يا حبيبتي نزلت البصلايه عليها حبه زيت اهو، هسيبها بقى يا حبيبتي تتحمر عشان اسقطها على العدس. بصي يا قلبي البصله اهي لسه على النار بتتحمر، والعدس بقى خلاص اهو زي ما انت شايفه كده تقل وبقى جميل ولف في قلب بعض اهو زي ما انت شايفه يا قلبي. البصله برضك لسه تتحمر. البصله خلاص يا قلبي اهي، يعني ما تغمقهاش قوي. احطها على العدس، اقلبيها كده يا قلبي. طفي بقى عليه يا روحي كده العدس خلاص، طفي بقى عليه. هنا بقى يا حبيبتي هنعمل بقى الطماطم. الطماطم هنا انا جايبه لها راس توم بردك فرماها، وحطيت لها معلقه كمون، وحطيت لها قرن فلفل احمر زي ما انت شايفه كده حامي، وده حسب الرغبه بردك، عايزه تحطي بارد حطي. وطبعا حطيت لها ايه الملح. هحط لها هنا بردك حبه خل معايا يا حبيبتي، وهقلبهم كده. وهجيب بقى الطماطم، هشيل طبعا اللي هي الحتة اللي فوق دي اهي كده، شيليها كده يا قلبي، وهشقها 4/4. في ناس بيعملوها طرنشات، في ناس بيعملوها حلقات، يعني حسب ما انت عايزة. انا بقطعها على 4/4 كده. هي بقى هتتشرب من الثوم والخل كده يا قلبي. عايزه اقول لكم بتاكل ما شاء الله. احط حبه خل في الطبق، واحطهم بردك ايه على الوش كده، تبقى متشربه من الخل والثوم كده يا حبيبتي. وبكده بقى يا حبايبي الوجبه بتاعتنا خلصت كده اهو. زي ما انتم شايفين العدس اهو لسه بنار البوتاجاز، وطبعا الكوسه والطماطم. وعايزه اقول لكم بقى تاكلوا بالف هنا وشفا. بجد بجد الاكل ده الواحد مفتقده بقاله فتره ما كلوش، بس حبيت، انا نفسي راحت لها، فحبيت ان انا اعمل الاكله دي وانتوا معايا برضك. احنا داخلين على رمضان بقى وكده، الاكل ده ناكله كده، وتحضري بقى ايه، تحضري طاوله عيش جنبها على قد ما تقدري حضري عيش بقى. واقول لكم بالف هنا وشفا يا حبايبي، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.